السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ألجيريا تك. الجزائر أو الاقتصاد الجزائري العملاق الجديد قد استيقظ. الكثير من القنوات العربية والأجنبية مدحت الاقتصاد الجزائري وقالت إذا بقي الاقتصاد الجزائري في هذه المسيرة فمنذ هذا اليوم على 8 سنوات سيكون من أقوى الاقتصادات ويتفوق على عدة دول في البريكس. إلى ذلك اليوم فالجزائر سترفض الانضمام لتلك المنظمة وتعتمد على نفسها، فرفض البريكس للجزائر كان بمثابة حافز قوي للنهوض بالجزائر والاقتصاد الجزائري. تابعوا التقرير. الكرام، مقدمة اليوم سنخصصها للحديث عن موضوع مهم جدا. اليوم سنتكلم عن الخطوات التي قامت بها الجزائر وكيف استطاعت تعزيز التنويع الاقتصادي واعتمادها على الاستثمار في المحروقات وخارج المحروقات. في 2023 حافظت الجزائر على نمو اقتصادي ديناميكي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.1% بفضل الأداء القوي في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات أيضا، وهذا وفق آخر تقرير للبنك الدولي. هذا يرجع إلى ديناميكية الاستهلاك الخاص والزيادة القوية في الاستثمار، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الواردات. وأشار أيضا التقرير إلى أن الإنتاج القياسي للغاز الطبيعي عمل على تعويض انخفاض إنتاج النفط الخام بسبب تخفيضات الحصص الطوعية لأوبك، بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات وزيادة الواردات وتقلص الميزان التجاري الذي نتج عنهما. استمرت احتياطات الصرف في الزيادة، في المقابل انخفضت معدلات التضخم إلى 5.0% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة ب 9.3% في عام 2023 بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة والواردات. هذا التقرير أكد على أن الأهمية الاستراتيجية للبيانات في إرشاد السياسات العمومية وعلى استخدام البيانات البديلة الذي يسمح لتقديم رؤى حينية حول التطورات الاقتصادية في الجزائر. هذه المصادر مثل بيانات الأقمار الصناعية عن تطور الزراعات أو الإضاءة الليلية وحركة السفن في الموانئ يمكن أن توفر رؤية أكثر تفصيلا للاقتصاد. يبرز التقرير أيضا أهمية تحسين توافر البيانات الاقتصادية الرسمية ودقة تفاصيلها ومدى توقيتها، خاصة فيما يتعلق بالنشاط والاستثمارات وسوق العمل. الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم يؤكد أنه في عامي 2022-2023 سرعت الحكومة من جهود الرقمنة وجعلت من تعزيز أنظمة البيانات أولوية وطنية، فبالإضافة إلى دعم تصميم السياسات العمومية من شأن البيانات الاقتصادية القوية أن تقلل من قلة الرؤية الاقتصادية وتدعم الاستثمار والنمو وتنويع الاقتصاد. سيريل ديبون الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر أكد على أن فائدة مصادر البيانات البديلة، حيث تضيف البيانات الغير تقليدية دقة إلى تحليلنا لأنها مفصلة من حيث الزمان والمكان ومتاحة بصورة سريعة في بداية عام 2024. تشير هذه البيانات إلى أن النشاط لا يزال ديناميكيا في جميع أنحاء البلاد، ولكن بدرجة أقل في المناطق المنتجة للنفط المتأثرة بتخفيضات الحصص، وأن المناطق الشرقية شهدت انتعاشا في هطول الأمطار وتنمية المحاصيل، وهو ما يعزز توقعاتنا للاقتصاد الجزائري. التقرير أبرز أيضا أهمية الإصلاحات الأخيرة والحاجة إلى دعم التنويع الاقتصادي من خلال تسريع استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات خارج قطاع المحروقات. ويهدف كل من قانوني الاستثمار عام 2022 والبنوك والنقود لعام 2023 والانضمام الرسمي إلى اتفاقية التجارة الحرة
في القارة الإفريقية، وقانون الأراضي الاقتصادي لعام 2023، وإطلاق إصلاحات البنوك العمومية إلى تحفيز الاستثمار الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي. وتكتسب هذه الجهود المتواصلة أهمية أكبر من الاستثمار العمومي الذي كان في يوم من الأيام محرك النمو في الجزائر، حيث أصبح مقيدا بتزايد النفقات الجارية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.